السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. انا وليد زايد، وفيديو النهارده اعرفك ازاي تجمع جهازك بنفسك من البدايه حتى النهايه، من الالف للياء زي ما بيقولوا، من اول ما بتبقى القطعه في الكراتين لحد ما نبدا نسطب ويندوز للجهاز وننزل تعريفاته ونبدا نشتغل على الجهاز. اهم حاجه خلونا قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك معنا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لنا اللايك عشان بيفيد القناه كتير، واي كومنت منك عشان بيساعد في انتشار الفيديو. عشان ما اطولش عليكم خلونا نبدا في الفيديو. اول حاجه هنحتاج معانا مفك صليبه مغنط وبنسة او قصافه وشويه قفايز لتنظيم الكابلات وفلاشه 8 جيجا او 16 جيجا يكون عليها ويندوز 10. وبعد كده هنبدا نطلع المذر بورد من الكرتونه، وهنلاقي بيجي معاها كابلات الساتا الخاصه بالهارد ديسك واسطوانه مبقاش حد يستعملها والاي او شيلد، وفي بعض البوردات بتكون مدمجه في المذر بورد مع ستيكر وكتاب للارشادات ومسمار صغير لتثبيت الام دوت 2. هنرجع كل حاجة ونقفل الكرتونة ونطلع المذر بورد من الكيس وهنحطها على الكرتونة. أول حاجة هنفك القاعدتين البلاستيك عن طريق الأربع مسامير ونحطهم في كيس ونحتفظ بيهم، ممكن نحتاجهم بعد كده. هنفتح سوكت المعالج عن طريق الضغط على دراع اللوك ونحركه سنة للخارج، ونرفع بعد كده دراع اللوك لفوق هيتفتح معانا السوكت، ونطلع المعالج من الكرتونة. ولازم هنا نمسك المعالج من الأطراف وبحرص شديد جدا، وبالذات لو من AMD، لأن هنا لو عندنا بالناية التاني أو اتكسرت هيبقى صعب إن احنا نعوضها. وهنلاقي في المعالج هنا بيجي سهم باللون الذهبي، ونفس السهم موجود في سوكت المعالج في المذر بورد. هنطبق هنا السهمين على بعض ونركب المعالج بحرص. بمجرد دخول البنات في السوكت احنا هنحس بيها وهنهز المعالج هزة بسيطة عشان نتأكد انه ركب مظبوط، وبعد كده نقفل سوكت المعالج وبكده يبقى ركبنا المعالج. وهنطلع مبرد المعالج من الكرتونة، وهنا المبرد بيجي بمعجون حراري جاهز، المعجون ده بيبقى كافي، ولو عندك معجون افضل منه ممكن تمسحه. وانا هنا همسح المعجون الحراري لان هحط معجون حراري من نوع تاني. وبعد كده هركب المبرد، وهنا لازم وانا بربط مسامير المبرد اربطها على شكل حرف اكس عشان ما اضرش بالمعالج او بسوكت المعالج. وبعد ما اربط المبرد هعدي سلك مروحة المبرد من جنب الهيت سينك واركبه في سوكت مروحة المعالج، ودايما بيكون ما بين المعالج والرامات، وبيكون اسمه السي بي يو فان. وبكده نبقى خلصنا المعالج والمبرد. وبعد كده ندخل على الرامات، والرامات هنا لو عندنا المذر بورد فيها 2 بنك رام هنركب عادي ومفيش اي مشكلة، ولكن لو عندنا 4 بنك رام هنا هنركب في اول بنك وهنسيب تاني بنك رام وهنركب في تالت بنك رام عشان خاصية الدويال تشانل. اول حاجة هنفتح القفل لسوكت الرام، والرامات هنا بيكون فيها نوتش صغير لازم نخلي بالنا انه مش بيكون في النص، ونفس النوتش بيبقى موجود في سوكت الرام اللي موجود على المذر بورد. هنطبق النوتش اللي في الرامات مع النوتش اللي موجود في سوكت الرام ونركب الرامة ونضغط ضغطة بسيطة لحد ما نسمع صوت تكة القفل، وبكده يبقى ركبنا اول رام. وبالنسبة لتاني رام هنركب برضه، هنطبق النوتش اللي موجود في الرام مع النوتش اللي موجود في سوكت الرام، وهنركب الرام ونضغط ضغطة بسيطة من البداية والنهاية لحد ما نسمع نفس التكة، وكده يبقى ركبنا الرامات. نيجي بعد كده للام دوت 2 او الام في ام اي، ولو عندنا هنا المذر بورد فيها اكتر من مكان للام دوت 2 او للام في ام اي هنركب في اول مكان بيجي تحت سوكت المعالج، وهنربط الام دوت 2 بالمسمار الصغير اللي بيجي في علبة المذر بورد في كيس لوحده. وبكده نبقى خلصنا المذر بورد، ونبدأ نجيب الكيس ونركب فيها الهاردات. وبعد ما نركب الهاردات بتاعتنا هنبدأ في تركيب الباور سبلاي في الكيسة، وهنا هنختار المسمار اللي بيجي سنه واسع او خشن وهنثبت الباور سبلاي في الكيسة. وبعد ما خلصنا الباور سبلاي هنركب الاي او شيلد في الكيسة، ودايما نخلي سوكت البي اس 2 من فوق وسوكتات كارت الصوت من تحت، ونركب الاي او شيل ونضغط عليها من الاربع تركان لحد ما نسمع تكة، وبكده تبقى ركبت الاي او شيل.
وقبل ما نركب المذر بورد لازم نتأكد من قواعد الستاند اوف اللي هتركب عليها المذر بورد في الكيسة، ولو مش راكبة بنركبها. وقواعد الستاند اوف بتيجي راكبة في معظم الكيسات الموجودة في الوقت الحالي. وبعد كده نمسك المذر بورد من المبرد وندخلها بحرص جوه الكيسة، ونظبط مخارج ومداخل الباك بانل مع الاي او شيلد. وبعد ما نركب المذر بورد هنبدأ بربط المسامير، وهنا المسمار الخاص بالمذر بورد بيكون سنه ضيق او ناعم، ونربط كل الاماكن الموجودة في المذر بورد. وبعد ما ثبتنا المذر بورد هنجيب كارت الشاشة، وكارت الشاشة هنا بيركب في أول سوكت للبي سي اي موجود تحت المعالج. وقبل ما نركب كارت الشاشة هنا لازم نفك الاكسبنشن سلوت الموجودة في ظهر الكيسة، وعشان نحدد الاكسبنشن سلوت اللي هنفكها هنجيب كارت الشاشة وهنقيسه مع سوكت البي سي اي، ودايما بتكون الاكسبنشن سلوت رقم 2 ورقم 3 هما اللي بنفكهم. هنفك الاكسبنشن سلوت وهنشيلهم في أي كيس عشان ممكن نحتاجهم بعد كده. هنفتح اللوك الموجود في سوكت البي سي اي وهنجيب كارت الشاشة وهنركبه، وهنضغط عليه ضغطة بسيطة لحد ما نتأكد ان اللوك قفل تاني، ونربط هنا كارت الشاشة بنفس المسامير اللي فكناها من الاكسبنشن سلوت. ولو الاكسبنشن سلوت هنا من النوع اللي بيتكسر هنربطه بنفس المسامير اللي ربطناها في الباور سبلاي، وبكده يبقى ثبتنا كارت الشاشة. بعد ما ثبتنا كارت الشاشة هنبدأ في تركيب الكابلات، واول كابل معانا هو كابل ال 24 بن، وهو يعتبر اكبر كابل بيجي من الباور سبلاي، ودايما بيكون سوكت ال 24 بن في منتصف المذر بورد من ناحية اليمين. وبعد ما نركب كابل ال 24 بن هنركب كابل ال 8 بن الخاص بالمعالج، ودايما بيكون سوكت ال 8 بن الخاص بالمعالج موجود فوق المعالج على طول. ولازم هنا نخلي بالنا ان كابل ال 8 بن الخاص بالمعالج بيجي 4 زائد 4، اما كابل ال 8 بن الخاص بالبي سي اي او الخاص بكارت الشاشة بيجي 6 زائد 2 عشان ما نغلطش ونركب ده مكان ده. وبعد كده هنركب كابلات مراوح الكيسة سواء كانت 4 بن او 3 بن، الاتنين بيركبوا في نفس السوكت، والسوكت هنا بيجي بالشكل ده. وبعد ما ركبنا كابلات المراوح هنركب كابلات الساتا الخاصة بالهاردات. وبعد كده هنركب كابل اليو اس بي 3 الخاص بالفرونت بانل، واللي بيبقى نازل مع كابلات الباور والريستارت اللي بتبقى موجودة في الكيسة من فوق، وهنعديهم من اقرب فتحة للسوكت موجودة في ظهر الكيسة. وهنركب كابل ال HD اوديو الخاص بالفرونت بانل، ونيجي بعد كده لأصعب كابلات ممكن تقابلك، وهي كابلات الفرونت بانل الخاصة بالباور والريستارت ولمبة الباور ولمبة الهارد ديسك. وهنا ممكن يجي السوكت الخاص بالفرونت بانل بأكتر من اسم، زي الاف بانل او الفرونت بي او فرونت بس او جي اف بي 1، وبيبقى دايما على المذر بورد مكتوب دليل التوصيل، وفي معظم الاحيان بيكون اول بنتين على الشمال من فوق للباور LED او للمبة الباور. والبنتين اللي جنبهم على طول من ناحية اليمين بيكونوا للباور سويتش او الباور SW او لزرار الباور. والبنتين اللي في الشمال من تحت بيكونوا للهارد LED او للمبة الهارد ديسك. والبنتين الموجودين جنبهم على طول من ناحية اليمين بيكونوا للريستارت SW او للريستارت سويتش او زرار الريستارت. وبيتبقى معانا بناية واحدة ودي بنسيبها ما بنركبش فيها حاجة. ونيجي بعد كده لأكتر حاجة بتحتاج مننا صبر وطول بال، وهي تنظيم الكابلات عشان تطلع بنتيجة كويسة. ولازم هنا تبقى بالك طويل قوي ويبقى عندك صبر عشان تطلع بنتيجة كويسة زي كده. وممكن ما تنظمش الكابلات وتلمها كلها في الفتحات الموجودة في الكيسة عند الباور سبلاي وتقفل الكيسة على كده. وبعد ما خلصنا تنظيم الكابلات هنركب الفلاشة في سوكت اليو اس بي وهنشغل البي سي، وممكن هنا يطول في اول فتحة لانه بيقرا القطع لاول مرة. وهنضغط على زرار الدل الموجود في الكيبورد لحد ما ندخل للبايوس، وهنختار البوت من الفلاش ميموري وهنضغط F10
وهيدخل معانا في تسطيب الويندوز. واول ما يدخل معانا في تسطيب الويندوز هنسيب اول واحده ونيجي على تاني واحده ونختار اللغه العربيه بالبلد اللي انت فيها، وتالتة هنختار اللغه العربيه 101 ونضغط نيكست، وبعد كده انستول ناو ونختار وندوس على I don't have product key، وبعد كده هنختار نسخة الويندوز 10 برو 64 بت ونعلم على I accept ونختار custom install ونحدد هنا على الهارد ديسك ونضغط next، وهيبدأ يسطب معانا. وبعد كده هيراستر ونشيل الفلاش ميموري. وبعد كده هنختار البلد، وبعد كده هنختار اليو اس ونضغط نيكست، وبعد كده هنضغط اسكيب، ونختار سيت اب فور بيرسونال يوز ونضغط نيكست، ونضغط هنا على اوفلاين اكونت ونختار ليميت اكسبيرينس، وبعد كده هنكتب اسم البي سي والباسورد ونضغط نيكست، وبعدين هنقفل كل دول مش عايزينهم. وبكده نكون سطبنا نسخة الويندوز. وهننتقل بعد كده لمرحلة التعريفات. هنفتح المتصفح وفي محرك بحث جوجل هنكتب اسم المذر بورد وهندخل على موقع المذر بورد وهنختار سبورت وهنختار درايفر وننزل احدث التعريفات الخاصة بالمذر بورد، ونفس الكلام بالنسبة لكارت الشاشة سواء إذا كان من انفيديا أو من AMD. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، وأتمنى يكون كل اللي شاف الفيديو النهاردة استفاد مننا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لنا اللايك عشان بيفيد القناة كتير، ولو أول مرة بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات أول بأول، وأي كومنت منك عشان بيساعد في انتشار الفيديو. وأشوفكم بخير الفيديو الجاي إن شاء الله. وكان معاكم وليد زايد، مع السلامة.